بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نكمل الاعتكاف الجزء الثاني. الاعتكاف وهو أحد أهم أسرار القرب من رب العزة. في الحلقة دي هنشوف السنة النبوية المهجورة، إيه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، إيه الأركان والشروط، إيه المحظورات اللي طلعنا، إيه أكبر تضليل إعلامي حصل للأمة من أكبر التضليلات الإعلامية اللي موجودة، إن ليلة القدر هي 27، فبقت العشرة الأواخر اختزلت في ليلة واحدة، ويا ريتها ليلة ساعة خطف كده هوت وبنمشي. عايزين نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه عشان يوصل لنا ليلة زي دي. 1000 شهر، مكافأة 1000 شهر اختزلت في نص ساعة، ويا تيجي يا ما تجيش. ازاي هنفوتها؟ طيب مبدئيا بس عشان نبقى عارفين، في قصة كفاح عظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم عملها عشان يوصل أصلا في أي عشرة. الرسول كان في الأول بيعتكف العشرة الأوائل. لما خلص العشرة الأوائل جه يمشي، سيدنا جبريل جه وقال له لسه قدام. جه العشرة اللي في النص، جه يمشي قال له لسه قدام، لغاية لما جاله في المنام وعرف إنها في العشرة الأواخر. طيب، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجاور يا جماعة. الاعتكاف بقى مجاورة لمين؟ لرب العزة. حجم النفحات والبركات والعطاءات بس من الكلمة ديت مراد. احنا بنجاور رب العزة، ربنا يقدرنا جميعا. يجاور يعني يعتكف في العشرة التي وسط الشهر، ده واحد من ضمن الأحاديث. فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة، يعني بعد ما خلص كملنا العشرة اللي في النص، إيه اللي حصل؟ ويستقبل 21، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بقى على 21، يرجع إلى مسكنه. ورجع من كان يجاور معه في سنة من السنين، ثم إنه أقام في شهر، يعني جه في شهر من الشهور، راح جاي يعني في سنة من السنوات قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في رمضان، لكنه لم يعتكف في العشرة الوسطى كما كان يفعل سابقا، بل استمر في الاعتكاف في العشرة الأواخر. جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، اللي هي ليلة 21. هو كان بيوصل لغاية عند 20 ويمشي، خلاص خلصنا اعتكاف. لا، راح جاي عند 21، جه وقال عند 21 بقى اللي كان بيرجع فيها كمل، أي أنه بقى في المسجد ولم يخرج في الليلة التي كان في العادة يخرج منها، اللي هي ليلة كام؟ 21. احنا بنشوف دلوقتي هدي النبوي كان ازاي لغاية لما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها، وبيعمل ايه. فخطب في الناس، 21 دي بقى خطب في الناس، فأمرهم بما شاء الله. ربنا قال له على شوية تكاليف قالها للناس، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر اللي هم من يوم 11 لغاية يوم 20، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. يعني جاله سيدنا جبريل وحيا وقال له هنكمل قدام. فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها. يعني أنا شفت أصلا الليلة بتاعت 21 دي، أو ليلة القدر، بس نسيتها. رب العزة نساها لي، وهنعرف سر التنسية وإيه السبب وراها بعد شوية. طيب، وقد رأيت هذه الليلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر في المنام، فعرف وقتها بالتحديد ساعتها يا جماعة، بالتحديد ساعتها. وبعد كده أنسيها. معنى أنسيها إيه؟ إن ما كانش بقى رب العزة مش عايز إنها تتحدد، يبقى الأصل فيها شمولها في العشر الأوائل، مش الأصل فيها إن إحنا نثبتها في يوم. أدي أول حاجة، أي أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه تذكر موعدها تحديدا لحكمة أراها. طيب، لماذا أنسي النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه الليلة؟ ليجتهد المسلمون في العبادة طوال العشر الأواخر بدلا من الاقتصار على ليلة واحدة، ليكون هناك اختبار حقيقي
مش اي حاجه كده. العشرة الاواخر، العشرة الاواخر يعني الساعه كل الناس هتقدر عليها، اما لما نيجي نقول 10 اواخر لا، الموضوع هيقل كتير. حتى لا يتكاسل الناس عن العبادات في باقي رمضان. هو دلوقتي انا خلاص عارف ساعه ب 1000 شهر، خلاص انا مش هعبد واجي عند الساعه ديت وانتهى الموضوع على كده. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوها في العشر الاواخر، وهنعرف ايه المقصود في كل وتر. وقد رايتني اسجد في ماء وطين، هناخد بالتفصيل بعد شويه يعني ايه اسجد في ماء وطين. يعني الرؤيه اللي هو شافها لقى ان هو سجد في ماء وطين، يعني حصل مطره. طيب خلينا ما نسبقش الاحداث. النقطه الثانيه في الانساء هناخد بعد شويه حديث بيتكلم ان الصحابه اختلفوا مع بعض، فهو رايح يقول لهم على الميعاد نسيها. كده 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 كان قدرا رب العزه هيسيبها مبهمه في العشره الاوائل. بس فلما حصل الخلاف في رساله هنا تقول ايه؟ ان الخلافات ما بيننا وما بين بعض بتشيل كميه رحمات كتير، فلازم نصفي النفوس، نصفي النفوس بحيث ان احنا الرحمات تنزل علينا. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاصل في الموضوع ان احنا نشتغل على العشره الاواخر. طيب ما الحكمه في هذه الرؤيه؟ ان احنا نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فوريها وسجد في ماء وطين. احنا قلنا اول حاجه ان انت عرفت انها اتنست، غير انها حكمه الهيه عظيمه في ان احنا نجتهد في العشر الاواخر. ان حصل مشكله ما بين الصحابه فطارت. النقطه الثانيه ان 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 إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، ده حجم الصعوبات ساعتها كان عامل ازاي؟ يعني المسجد اياميها ما كانش سقف، ده كان جريد ونخل وحاجات من هذا القبيل. فالدنيا مطرت، الدنيا اتوحلت، ما فضش الخيم وقال يلا انا هروح. الموضوع مش كده. وهنشوف بعد شويه ستنا صفيه وهي كانت مستحاضه. كلمه مستحاضه مش الحيض، مستحاضه يعني عندها نزيف شديد. كانت قاعده لدرجه ان كان تحتها طست. طست يا جماعه، طست زي حله كبيره بينزل فيها الدم. خلي بالكم المستحاضه زي اللي عنده سلس البول، بيقدر عادي يصلي ويصوم، بس بيتوضا لكل فرض، لكل فرض غير الحيض. طيب فمعنى كده هو ان الموضوع مش بالسهل يا جماعه انها تسيب العنايه المركزه وتقعد عشان يبقى كميه الاجر اللي فيها عامل ازاي، كميه الهنا اللي هي عارفاه قد ايه. نفس النظام سيد الخلق وهو اشرف الناس انه يثبت في مأمور يبقى ايه؟ مفيش حاجه هتمنعني ان انا مش عشان شويه معوقات زي الصحابي والقعده والخروجه والمش عارف ايه هنطير 1000 شهر عشان كلام فاضي. قال ابو سعيد مطرنا ليله 21 فوكف المسجد. مطرنا يعني رب العزه نزل المطره فوكف المسجد. كلمه وكف سقف المسجد سرب ميه مصنوع من جليد النخل. فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل ماء وطين، فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات النبوة. يعني هو لما ابتدى يجيله العلامات بتاعتها، هو جاله رؤية، إن الرؤية ديت بتقول إن هو هيسجد في ليلة القدر في مية وطين. فلما وحكاها للناس، يعني حكى للناس الكلام ده، فلما جت ليله 21 وحصل الكلام دوت اتاكدوا ان هي دي الليله، وان دي كانت من علامات النبوه. ثم حافظ صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الاواخر كما في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف ازواجه من بعده. طيب يبقى هو دلوقتي حافظ هديه ان هو يحافظ، هي سنه مؤكده، يحافظ على الاعتكاف في العشر الاواخر. طيب في العام الذي قبض فيه اخر سنه لما توفاه الله صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم.
يعني ما اعتكفش العشرة الاواخر بس، اعتكف العشرة اللي في النص والعشرة الاواخر. ليه يا جماعه الكلام دوت؟ لكذا سبب. اول حاجه، سيدنا جبريل عارضه، يعني راجعه القرآن في تلك السنة مرتين. يعني كانوا بيراجعوا مع بعض القرآن في السنة ديت مرتين. طيب، لما راجع القرآن مرتين مع سيدنا جبريل كان بيراجعوا معاه مرة واحدة في السنة. في السنة دي راجعها مرتين، راجعها مرتين، فبقى محتاج انه بدل ما يعتكف 10 ايام واحدة يراجع فيها المصحف، بقى محتاج ان هو يعتكف 10 ايام. معنى كده ان هو بأبي وأمي بحسبة بسيطة إن هو كان بيراجع 3 أجزاء في اليوم. ما هو 10 أيام نجيب المصحف، وال10 التانيين يجيبوا المصحف، يبقى بمعدل 3 أجزاء في اليوم. فنخلي بالنا إن في يعني بنحاول في الاعتكاف إن إحنا نجيب ال3 أجزاء في اليوم. معانا في عندنا 24 ساعة، لو افترضنا وعرفت إن أنت تنام في المسجد 8 ساعات، فانت عندك جزء كبير قوي ما بين صلاه وقراءه تلاوه. انت بتتكلم في 16 ساعه، احنا متفرغين لحاجه زي كده. دي حاجه 3 اجزاء في 16 ساعه ما بين صلاه وتلاوه، رقم ما هواش كبير، محتاج شويه دعاء وصبر ويبقى ما فيش فيه اي مشكله. تاني حاجة أنه صلى الله عليه وسلم أراد مضاعفة العمل الصالح والاستزادة من الطاعات لإحساسه بدنو أجره. هو الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ف لما حصل حاجة زي كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم أي نص في القرآن لازم ينفذه. فهو بيقول لك سبح فسبح بحمد ربك. رب العزة بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعديه احنا فسبح بحمد ربك واستغفره. احنا محتاجين نعمل ايه عشان ربنا يتوب علينا؟ محتاجين تسبيح حقيقي كتير نستغله في ال10 ايام اللي جايين ان شاء الله. وكان يتأول القرآن فتأويله كان ان هو هيتوفى فمحتاج يضاعف الشغل، فضاعف ال10 ايام. ثالث حاجة أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه من الأعمال الصالحة من الجهاد والتعليم والصيام والقيام، وما آتاه من الفضل في إنزال القرآن عليه ورفع ذكره بين الناس. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه قبل غروب الشمس. يعني احنا يا جماعة دلوقتي ليلة 21 المقصود بيها إنها من بعد مغرب 20. من بعد مغرب 20 كملنا ليلة 20 زائد ليلة 21 بعد الساعة 12. فاهمين ازاي؟ فاحنا بنخش المعتكف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان 21 ديت ليلتها اللي هي موافق يوم 20 في الشهر قبل المغرب. الناس بتخش قبل المغرب. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث دخل من الفجر كانه عايز يريح ويظبط قعدته والدنيا ويلحق الوقت من اوله. إذا أراد الاعتكاف في ال10 الأواسط كان يدخل المعتكف قبل غروب شمس يوم 10. اللي هيعتكف في ال10 اللي في النص، احنا بس نعتكف بس ال10 الأواخر مبدئيا، بس اللي يقدر يعتكف ال10 اللي في النص يبقى من. احنا بندي مثال هنا للإيه عشان نفهم التوقيت. مغرب يوم 10، طب اللي في الأواخر مغرب يوم 20. واضح؟ يبقى إذا كان سيعتكف في ال10 الأواخر يبقى من 21 ليوم 30. يبقى داخل المسجد متى يبدأ يوم 21 رمضان؟ يبدأ من مغرب يوم 20 رمضان. طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم 20 رمضان حتى يكون في المعتكف فور دخول ليلة 21. أما ما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، احنا قلنا ان هو دخل الفجر، المقصود ان هو دخل يظبط الامور غالبا، يبقى بادئ اليوم من الاول يستريح شويه، ما يبقاش فيه اي مصارف من اي نوع.
فهل هذا يعني ان الاعتكاف يبدا من الفجر؟ الاجابه لا، وانما المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاعتكاف من قبل غروب الشمس، لكنه دخل المكان المخصص له في المسجد بعد الفجر من بدري، يعني دخل المكان وهيأ نفسه من بدري. طيب وكان صلى الله عليه وسلم يخرج، احنا بنشوف هديه في الاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو في معتكف في المسجد إلى عائشة. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد، فالحجرة بتاعته جنب المسجد. يعني لما تتخيلوا الروضة وال والمقبرة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الاثنين جنب بعض، ده بيته. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلع راسه، جسمه جوه المسجد، ويطلع راسه لستنا عائشة. ستنا عائشة تغسل له شعره وتسرحه له، وكمان كانت حائض، ده في الحديث. طيب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الكلام دوت؟ اظهار ان الحيض لا يمنع التواصل الطبيعي بين الناس. الحيض ما فيش فيه مشكله، لان الناس كانوا بيعتقدوا ان ما ينفعش ان احنا نسلم او نتكلم او كلام من هذا القبيل. الكلام دوت مش موجود. التيسير في احكام الاعتكاف، رغم ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا ان هذا لا يمنع التواصل البسيط مع الاهل طالما لم يغادر المكان الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد بل أخرج رأسه فقط، وهذا يبين أن الاعتكاف ليس انقطاعا كاملا عن الناس، بل انشغالا بالعبادة مع الحد الأدنى من التفاعل الضروري. مش بنقطع مع الناس، بس بنقلل خالص. تأكيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لستنا عائشة ومراعاته للمشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينعزل عن أهله تماما، بل كان يسمح ببعض اللحظات، وهنشوف حديث تاني مع ستنا صفية بعد شوية. وفي ذلك دليل على أن إخراج المعتكف بعض جسمه من المعتكف لا بأس به، وده قلناه. ومن الفوائد في الحديث أيضا أن المعتكف لا حرج عليه أن يتنظف، يعني مفيش مشكلة نستحمى ونتطيب، بالذات لو كان في المسجد حمامات، ويغسل رأسه ويسرحه، فكل هذا لا يخل بالاعتكاف. ومما وقع له صلى الله عليه وسلم في اعتكافه ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وده إحنا قلناها فوق، وأنه أمر بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي بخبائه فضرب. يعني أمر أزواجه بعد ما دخل الفجر، أمر أزواجه كمان بيأمر أهل بيته إن هم كمان يخشوا يعتكفوا. الخباء هي الخيمة، حاجة كده زي ركنة كده، هو يبقى عشان الواحد يقلل التواصل مع الناس اللي حواليه، مش نمنع. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية دي كانت وقع من ضمن الوقائع، فنظر في الأخبية يعني لقى الخيم بتاعت الأزواج كلها موجودة بشكل لفت نظره. فقال لهم إيه بقى؟ فقال لهم ده السنة الوحيدة ديت اللي هي ما اعتكفش في السنة ديت، وعوضها في شوال. وديت لو كان ابتدى في شوال اللي هو اول يوم العيد يبقى مش هينفع صيام، فده اللي كان اجاز الاعتكاف بدون صيام، مش لازم وجود الصيام مع الاعتكاف. فقال لهم ايه؟ البر ترد. يعني لما شاف المنظر كده، يعني هل تفعلنا ذلك ابتغاء البر والتقرب الى الله، ام ان الامر تحول الى منافسه بينكم؟ فامر بخبائه فقود، يعني ايه؟ شالوا، وترك الاعتكاف في شهر رمضان في السنه دي، وقال لهم وانتوا كمان هتمشوا. طيب احنا عايزين نطلع بكام حاجه في الموضوع دوت. اول حاجه البر ترد، يعني معنى كده هو ايه؟ اذا كان الكلام ده حصلت مع امهات يعني الكلام دوت انا معصوم منه، يعني ما فيش مجال ان انا اروح اعتكف ويبقى مش الهدف بتاع البر، ويبقى الهدف بتاع المنافسه. لازم نخلي بالنا يا جماعه، احنا رايحين نقابل رب العز، رايحين لازم نصفي نيتنا
عشان ما نبذلش مجهود وفي الاخر يضيع على الفاضي. فلازم نخلي بالنا من النقطه. النقطه الثانيه ان الدين بتاعنا سهل قوي، سهل قوي، حتى لو ضاع في وقت نقدر نعوضه في ايام ثانيه. قيام الليل ضاع عليك، صلي الصبح عادي، ما فيش اي مشكله. يعني الموضوع متاح. المهم ان احنا نشتغل، المهم ان احنا نشتغل على نفسنا. وفي حاجات تانية ان لو حسينا ان في حاجه هتتعمل الظاهر بتاعها ان هو صالح الدين بس جواها في عمق، في مشاحنات او حاجه هتضيع الاثر، بنوقفه ونعوضه بقى. طيب، والاظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من تلك السنه بدا بعد العيد، اي في الثاني من شوال، ويحتمل ان يكون بدا في يوم العيد. فاذا صح ذلك فهو دليل على ان الاعتكاف لا يشترط مع الصوم، وهو ده الاصح عند جمهور العلماء، ان اللي عايز يعتكف، احنا بنتكلم بقى بره رمضان، ممكن يعتكف في الصيام. الاكمل وقلنا الاسباب ان هو يبقى بالصيام. ومما وقع له صلى الله عليه وسلم في اعتكافه ما رواه الشيخان ايضا ان صفيه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزور في اعتكافه. يعني معنى كده ان هو عادي، ما فيش مشكله ان مراتك تزورك، ما فيش فيها مشكله في العشره الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعه، قعدت معاه فتره، ثم قامت تنقلب يعني تمشي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها يعني يوصلها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم استنوا استنوا على رسلكم إنها هي صفية. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هو دلوقتي شافوه مع ست غالبا ضربة بالخمار بتاعها، فمش باين منها حاجة كمان. فهم لما شافوا السلام عليكم اخذوا بعضهم ومشوا بسرعه. دولت لو شكوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، الشك في الرسول يساوي ايه؟ يساوي كفر. فهو من رحمته بيهم اللي هو مش محتاج يبرر للناس، برر الوضع ده. دي مراتي يا جماعه جايه تسلم ليه؟ حاجتين نتعلمهم مهمين، الرحمه باللي حوالينا. فانا لما يبقى عندي دي النقطه الثانيه، لما يبقى عندي عارف ان ممكن تبقى عندي شبهات، لازم ادرك الشبهات، لازم افهم اللي قدامي انا بعمل الكلام ده ليه، لازم افهم بالذات لو انا قدوه، لازم افهم اللي قدامي هو انا بعمل الكلام ده او انا عملت الغلطه ليه. يعني حاجات من هذا اللي هي لو كانت غلطه، يعني مش بتكلم عن الموقف ده، لازم نفهم بعض كل حاجه ماشيه ازاي. الطرف يلتمس للطرف العذر وصاحب الموضوع يبرر ويفهم اللي قدامه الوضع ماشي ازاي. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. سبحان الله يا رسول الله يعني ايه؟ بقى احنا هنشك فيك يا رسول الله. وكبر عليهما يعني ايه؟ استثقلوا اللي هو يا رب كانت الارض تنشق وتبلعني اصلا قبل ما افكر التفكير ده. برضه حرص الصحابه على فاهمين هما بيتعاملوا معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم، وفي لفظ تاني يجري من الانسان مجرى الدم. بيجري يا جماعه، الشيطان بيجري يا جماعه، مش عنده شواء، بيجري بدمنا عشان يبوظها علينا زي ما هي باظت عليه الملعون. فهو عايز نبقى في نفس السله اللي هو فيها. ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده، ربنا يوفقنا ويثبتنا. واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا وفي لفظ شر، يعني يجي في قلبكم حاجه رحتوا في 60 ده. تاني هدي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. تاني وهديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف كان اكمل هدي وايسره. فكان اذا اراد ان يعتكف وضع له سريره وفراشه، كل واحد فينا ياخد الايه؟ الفرشه بتاعته، السجاده، المخده بتاعته، بتشرب قهوه خد القهوه بتاعتك، وفر لنفسك كل سبل الراحه. احنا قاعدين ومفيش مشكله في تحديد الاماكن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيروح ورا اسطوانه التوبه، واسطوانه التوبه ديت ليها قصه شهيره. حد من الصحابه بدون دخول في تفاصيل غلط غلطه، ربط نفسه في الاسطوانه ديت
عشان وقال انا مش هفك نفسي الا لما ربنا يغفر لي. وربنا راح نزل آية نزل علينا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إحنا كلنا بنعترف اهو بالذنوب بتاعتنا، خلطنا عمل صالح مع عمل سيء. إن شاء الله ربنا هيتوب علينا لو إحنا أخذنا بالأسباب وتوبنا لرب العزة. مفيش أحسن من الوقت ده، مفيش أحسن من الوقت ده فيه ربنا ينزل فيه الآية ديت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بشروا عن طريق الصحابة لما راحوا له عشان يفكوه، قال لهم لا، برضه الرسول هو اللي يجي يفكني، والرسول راح مفك. طيب، يبقى الرسول كان بيحدد مكان معين يقعد فيه. طيب، الحديث اللي بعد كده: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء. الخباء دوت اللي هو الخيمة، فيصلي الصبح ثم يدخل. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. مش بيخش البيت ما جنب جنب المسجد على طول، إلا لو كان لحاجة مهمة ملهاش بدايل. وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بطعامه وشرابه. فإحنا بالنسبة لنا هنطلب بالمطعم أو الإدارة اللي مسؤولة في الجامع هي اللي بتوفر الأكل. الأهل بيجيبوا لنا الأكل بصرف النظر كل واحد هيعمل إيه. المهم إن إحنا قاعدين. طب ما توفرتش أي حاجة من الكلام ده، وده دلوقتي في زماننا ما بقاش موجود. لو ما توفرتش الكلام ده خلاص يبقى أنت هتطلع تجيب الأكل وترجع على طول. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته، فكان بيخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لكي ترجل له شعر رأسه، يعني تسرحه. ففي الحديث عن عروة عنها رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل، والجمهور على أنه لا يكره فيه في الاعتكاف إلا ما يكره في المسجد. وإيه اللي ما يكره في المسجد؟ التجارة داخل المسجد إلا لو في ضرورة، رفع الصوت بالكلام غير النافع، إدخال الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين، الجدال والمشاحنات والمتاحة. الجدال والمشاحنات ده 50,000. طيب إيه كمان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج أو يعرج يسأل عنه. يعني حتى المريض ما كانش بيسأل عنه. ما فيش وقت دلوقتي، مش ده الوقت. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم دورة على باب الكمال، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ومسجد جامع يعني مسجد تقام فيه الخمس فروض والجمعة بانتظام. ده المسجد الجامع. ما فيش حاجه اسمها حد يقول لي هعتكف في البيت، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني انا كنت الاول فاكر ان انا ممكن اعتكف في البيت او لو انا عندي اوضه فيها خلوه ده يبقى كده اعتكاف. لا، لازم يبقى في مسجد تقام فيه الجماعه 5 صلوات وخطبه الجمعه. فلو كان زاويه وبيتعمل فيها الكلام دوت تبقى مسجد جامع، ولو كان مسجد كبير ولا يقام فيه الكلام دوت يبقى لا يصح. اقسام الاعتكاف قلنا احنا عندنا سنه مؤكده. الاعتكاف هو سنه مؤكده عن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها. امتى يبقى واجب؟ يبقى واجب لو انا نذرت الله. من نذر ان يطيع الله فليطيع، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي. وبرضه في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد. بصوا يا جماعة، قبل ما أكمل حتى الكلام، الجاهلية ديت يعني أيام ما كان سيدنا عمر ما كانش دخل في الإسلام.
تخيلوا يا جماعه ان الكفار كانوا بيعتكفوا ايام الجاهليه، كان عندهم بند اسمه الاعتكاف، وهو على الفطره يا جماعه. بصوا لاصحاب الكهف، لما الدنيا قفلت اعتكفوا، دخلوا الكهف بتاعهم. سيدنا موسى، الانبياء الصالحين اللي اعتكف. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل عليه الدين كان بيعتكف في الغار، كان بيخش لوحده كده، هو بيفكر مع نفسه. دي الناس الطبيعيه. احنا بعد ما نبقى مكتوب علينا مسلمين في البطايق بتاعتنا ما نخشش نعتكف؟ طيب شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كمان لما سيدنا عمر قال له في الجاهليه اعتكف ليله في المسجد الحرام، قال اوفي بنذر. خلاص دخل بقى في الاسلام، يوفي بالنذر. بس طبعا ايه، النوايا كل حاجه هتتغير. واضح يا جماعه؟ فمهم جدا جدا الاعتكاف، حكم الاعتكاف في السنه. شروط الاعتكاف: الاسلام، التمييز. الاسلام طبعا ان شاء الله. التمييز يعني عاقل، لا يصح للصبي يعني اللي هو دون التكليف، يعني مثلا 14 سنه. نقول ان احنا بنعودهم على حاجه زي كده ماشي، بس نبقى فاهمين الحكم بتاعها. الطهاره من الحدث الاكبر، ان يكون في المسجد، وقلنا المسجد يعني ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قلنا تعريف المسجد ايه؟ الجامع. طيب وفي عندنا حديث تاني برضو نبقى نخلي بالنا منه: لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. لا اعتكاف هنا المساجد الثلاثه اللي هي المسجد النبوي والمسجد الحرام الاول، بعد كده المسجد النبوي، وبعد كده مسجد الاقصى. المقصود بيها لا اعتكاف بسفر. سفر يعني انا مش هسافر لمسجد عشان اعتكف. فديت احنا ننزلها علينا ازاي؟ يعني انت دلوقتي في بلد، بلاش تسافر بلد تانية الا لو انت كده كده رايح هناك، عشان بحجه ان المسجد اللي هناك اكبر او احسن او روحه اطيب او كلام من هذا القبيل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مدي تعليمات ان هم 3 مساجد بس اللي بنسافرهم عشان نعتكف، اللي ممكن نسافرهم عشان نعتكف، غير كده لا. كل واحد يلتزم بالحته بتاعته، غالبا عشان ما يحصلش تزاحم او تداخل، او كمان الواحد لما اذا كان انا لو اعتكفت في المسجد اللي جنبي بيبقى في مشقه، او انا اتصل بالعيال يجيبوا لي حاجه ناقصاني، او يعني ايه، الدنيا حواليا، اصحابي، اهلي، كل حاجه حواليا. فما بالكم لما نعتكف في مكان احنا غرباء فيه؟ مش ده الهدي النبوي. فنخلي بالنا من النقطه دي. آه وقد يكون المراد، ده احنا قلنا الكلام ده. طيب لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. طيب اركان الاعتكاف احنا محتاجين نيه، انما الاعمال بالنيات. المكس في المسجد احنا بنخش بعد المغرب، قلنا قبل المغرب بنخش. وليله ليله 21 يعني يعني يوم 20 قبل المغرب. ليله 21 يعني يوم 20 قبل المغرب. المكان والزمان وبدايه الوقت قلنا الكلام دوت. المكان المسجد، والزمان والبدايه يوم 20 قبل يوم 20 قبل المغرب. آداب الاعتكاف: الاعتكاف آداب يستحب للمعتكف أن يأخذ بها حتى يكون اعتكافه مقبولا، وكلما حافظ عليه المعتكف كان له الأجر الجزيل رب العالمين، وكلما أخل بهذه الآداب نقص أجره. ومن الآداب التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وبذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكسر الكلام، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طيب قلنا الحديث بتاع ستنا صفية. وفي الحديث فوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع الزائر، مفيش مشكلة في الكلام ده، بس مش هنقعد بقى نقلبها قهوة. والقيام معه والحديث مع غيره وإباحة
خلوة المعتكف وزيارة المرأة للمعتكف، كل الكلام ده مفيش مشكلة. قلنا مش عايزين جنازة ولا عيادة المرضى دلوقتي. في نقطة يا جماعة، دلوقتي أنا أعتكف مع نفسي، ولا لو أنا متعود مثلا إن أنا أدرس لمجموعة من الطلبة مثلا أمور شرعية، ودخل دلوقتي وقت الاعتكاف، أدرس ولا أعتكف أخلو يعني أخلو مع رب العزة بدون التدريس؟ الأئمة معظمهم إن الفعل المتعدي أحسن. يعني لو أنا حد بيقرأ لي القرآن ما يبطلش العادة دي، يستمر. حد بيدرس يستمر، وهكذا. التعدي في الفعل أحسن من اختصاص الفعل على الواحد. يعني لو أنا متعود إن أنا أشرح درس، استمر على الدرس. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يوضح هذه الموازنة بين الاعتكاف والانشغال بتعليم القرآن للناس داخل المسجد. قال إيه؟ قال الإمام أحمد قال أن الاعتكاف نفعه خاص لنفسه فقط، بينما الجلوس في المسجد وتعليم الناس القرآن نفعه عام لنفسه. أنا بعلم أهو الناس القرآن، فأنا كمان بتعلم وبعلم الآخرين وللآخرين. لذلك قال يقرئ أحب إليه، يعني اختيار القراءة مش لنفسه، لإقراء الناس أحسن أحب إليه. أي أن الجلوس مع الناس وتعليمهم القرآن أفضل من الاعتكاف، لأن ده جوه المعتكف. هم هنا مش فصلوا عن الاعتكاف، هو فصل عن الاعتكاف لوحده بدل ما يبقى معتكف مع الناس. وذهب الشافعي كمان إلى الاستحباب لأنه أفضل العبادات ونفعه يتعدى. طيب، في شوية ملحوظات خلي بالنا منها. بعض الناس يعدون الاعتكاف فرصة خلوة ببعض أصحابهم وأحبهم بقى اللي أنا ما شفتهمش من أيام زمان وتجاذب أطراف الحديث، وليس هذا بجيد. لا حرج في أن يعتكف جماعة معا، يعني نجيب صحابنا مع بعض مفيش مشكلة، زي ما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حتى وهي مستحاضة وترى الدم. النقطة دي يا جماعة خلي بالكم، عايزين احنا قلنا ان كلمة مستحاضة يعني نزيف مش حيض، وقلنا ان المستحاضة بينزل عليها في الوضوء حكم اللي عنده سلس البول اللي هو بيتوضا لكل صلاة. وقلنا ان شوفوا الصعوبات اللي هي مرت بيها، يعني هي المفروض مكانها في العناية او في المستشفى، بس هي عارفة ان قد ايه الموضوع دوت ما ينفعش نعديه فراح. النقطة كمان الأخيرة اللي نخلي بالنا منها تقبل المجتمع للوضع. فخلي بالكم يا جماعة لما نشوف حد من اللي حوالينا في منظر بالنسبة لنا ممكن نشمئز منه لو جاز اللفظ، أو يعني إيه، لازم نستحمل بعض شوية. لازم أنا ما أعملش روائح كريهة، بس خلي بالكم إن ممكن تبقى في البني آدم طبعه كده. يعني ممكن تلاقي واحد لسه مستحمي، انت بقالك مستحمي بقالك اسبوع وجسمك نظيف وما فيش فيه روائح ولا فيه اي حاجه. واحد تاني لسه طالع من الحمام وريحته مش حلوه، طبيعه جلده كده، طبيعه عرقه كده. هنخلي بالنا ان في نوع من انواع المساحه، اعطاء مساحه للي قدامك. لان لو الراجل دوت حس ان انا هو مقرف وانا وحسوا مني انا ان انا قرفت او ان انا اتقرفت منه، فمشي من الاعتكاف بسببي، انا لبست في الحيطه يا جماعه وشي كده. فنخلي بالنا من النقط دي قوي 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 بعد كده. طيب، كانت قاعده ستنا صفيه ما حدش قال لها روحي بدمك ليه؟ ما حصلش الكلام ده ليه؟ عشان هم كانت امه فاهمه عارفه دينها كويس، ورحماء بينهم مش اشداء بينهم. الملحوظة اللي بعد كده، بعض الناس يترك عمله ووظيفته، خلي بالنا من النقطة دي، وواجبه المكلف به كي يعتكف، وهذا تصرف غير سليم، إذ ليس من العدل أن يترك المرء واجبا ليؤدي سنة. خلي بالكم
الاعتكاف سنه والعمل واجب، بس يا جماعه احنا في الزمن دوت مفيش شغل واقف على حد، عشان بس ما نعلقش الشماعات. والنقطه الثانيه ان العمل، شوف، اما اذا استطاع ان يجعل الاعتكاف في اجازه من عمله او رخصه من صاحب العمل فهذا خير عظيم، وهو ده الواقع. كلنا نقدر ناخد اجازات وكلنا نقدر، والشغل هيبقى ماشي، لان في ناس مش في دماغها الكلام ده، وفي ناس تانية بتحاول. او نقسم الشغلانه نعملها ازاي. المهم ان في فرق ما بين الواجب والسنه، والواجب والسنه مختلف من فرد لفرد على حسب الوضع والظروف اللي حواليه. فكل واحد يبقى عارف ان ربنا مطلع على ادق التفاصيل، وعارف مين اللي بالنسبه له هيبقى واجب ومين اللي بالنسبه له هيبقى سنه. خلي بالنا يا جماعه من الكلام ده. طيب، محظورات الاعتكاف: مفيش حاجه اسمها ان احنا نخرج من المسجد الا لو حاجه، بالذات لو حاجه تقوم على الاعتكاف، يعني انا محتاجه عشان الاعتكاف. خروج، وكذلك خروجيه للتطهر من الحدث الاصغر. الوضوء، والوضوء لحديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي راسه وهو في المسجد فارجله، وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا. اصل ان احنا بنشتغل على المساجد، عشان كده هو الحمامات اللي في المساجد لازم تتظبط لليله دي، للعشر الاواخر لازم تتظبط، ولازم السخانات نحاول نسهل على نفسنا على قد ما نقدر. لما يبقى المسجد طول السنه بيخش، مش عارف احسبها، بس مستحيل يقل عن 10,000. 10,000 ده لو كل واحد دفع 10 جنيه بقى 100,000 جنيه. مش دي الحمامات مش هتتظبط، دي هتبقى جاكوزي هنحطه جوه، فمش هيبقى في حاجه للخروج بره. لازم لما الامه تجتمع على عمل صحيح كل حاجه بتبقى ماشيه كويس. لما الناس تشح وتبخل ما بتبخلش الا على نفسها. اتقاء الشح هو طريق الفلاح. مباشره النساء طبعا ممنوع. الحيض والنفاس اذا كانت حائضه دي بتخرج بره يعني ما بتبقاش في المسجد. قضاء العده اكيد. الرد عن الاسلام اكيد. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كده فاضل لنا بس الجزء الاخير بتاع ليله القدر، ان شاء الله هننزله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.